تنساش تشترك في القناة ديالنا وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد فيديوهاتنا، وشكرا لك. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. من تسريبات المهداوي الى تسريبات المباراة ديال الولوج ديال المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، اي المباراة ديال التعليم اللي كانت البارح. كان الامتحان الكتابي البارح واللي اهتزت على وقع تسريب مباشر لعدد من الامتحانات خلال فترة الاجتياز ديالها. في واقعة تؤيد إلى الواجهة سؤال النزاهة وتكافؤ الفرص داخل مباراة التوظيف، وكتوضع الوزارة الوصية أمام مساءلة حقيقية. مصادر أكدت على أن امتحان مادة التربية الإسلامية تم تسريبه في حدود الدقيقة الأولى. قالوا منعين التليفونات ومنعين سبحان الله، فيلا هو ماشي امتحان اللي تسرب، هو دخل بنادم تصوروه وبارطاجيه في الجروبات وكيتسناو الأجوبة. كيف قلت، فامتحان مادة التربية الإسلامية تم تسريبه في حدود الساعة 9 صباحا، أي بالتزامن مع وجود المترشحين داخل قاعة الاختبار اللي كيمتد ل4 ساعات. في الدقيقة الأولى تسرب وتبارطاجا في عدة الجروبات واتساب كيصيفطوهم بلاد باش يعطوهم الأجوبة، وتداول العديد النسخ مطابقة للموضوع المسرب، مما يؤكد حدوث الواقعة دون أي لبس. وكتشير المعطيات إلى أن التسريب لم يقتصر على مادة واحدة، بل شمل مواد أخرى موجهة لمختلف المسالك ضمن مسلك التعليم المزدوج، اللغة الفرنسية، اجتماعيات، اللغة العربية، حيث جرى تداول الامتحانات على نطاق واسع داخل مجموعات خاصة بالواتساب تضم مئات المترشحين. واحد التعليق اللي سال معايا بالضحك، قال لك التربية الإسلامية تسربت في الدقيقة الأولى والجروبات عامرين: نقابي سر سعادتي، أبي قدوتي، أميرة زوجها، أم عامر، أم سعد. قال لك وحق الله قسما بالرب هادشي اللي كاين، وسبحان الله العظيم. تصور يا أخي على أن هادو دابا اللي كيدوزو الامتحان ولا غادي يدوزو بالغش غدا ولا بعدو غادي يبداو يقريو ولادنا وولادكم، ولاد المغاربة يقريو في التعليم. وعاده كتقول المغاربه علاش كيديو ولادهم بالبريفي. دابا تعطل الله هادو شحال غيطلعوا في الامتحان، هادو شحال غينجحوا، وراه في اخبارك هادو غيمشيو واقيلا يدوزو ديريكت، ما غيديروا لهم لا فورماسيون ولا والو، وما طالعين لا بالنقيل. وبغيتي تفهم علاش التعليم غادي في الانحدار. هذا هو. قالك خلال تتبع احدى المواقع الاخباريه لعدد من هذه المجموعات لوحظ انتشار طلبات مستعجلة للحصول على الأجوبة، الله أكبر، مقابل نقاشات تؤكد توصل أشخاص من خارج مراكز الامتحان بمواضيع الاختبارات بهدف إعداد حلول فورية وإعادة نشرها بين المترشحين داخل الفصول في انتهاك واضح للقوانين المنظمة للمباراة. مصادر تربوية أوضحت أن ما وقع كيطرح علامة استفهام كبيرة حول طريقة خروج الصور وسرعة انتشارها، مضيفا أن أساتذة ومترشحين عبروا عن غضبهم واستيائهم من هذا الوضع غير المقبول اللي كينسف مبدأ تكافؤ الفرص ويفقد الامتحان قيمته والمجهود الذي بذله المترشحون الجادون. وتساءل المصدر ذاته عن غياب أجهزة الرصد الإلكتروني خلال هذه المباراة، رغم إعلان الوزارة سابقا اعتماد هذه الوسائل في امتحانات الكفاءة المهنية. وتساءل علاش لم يتم تطبيق الإجراءات ذاتها لضمان النزاهة في مباراة حساسة كولوج مهنة التدريس. هذا وجرت البارح بمختلف المراكز الجهوية الصعيد الوطني اختبارات الكتابية لانتقاء أطر التدريس وسط تعليمات صارمة مسبقة من الوزارة تمنع بشكل كامل استعمال الهواتف لا منعهم أو أي وسيلة اتصال داخل القاعات، إلا أن واقعات الأمس كشفت خللا خطيرا في مراقبة القاعات ومحيطها، الشيء اللي كيفتح الباب امام فتح تحقيق رسمي في الساعات المقبله. غيفتحوا تحقيقات وماش ما تتكون مسوق غيقريو ولاد الشعب اودي دفع. ودوك الناس اللي دابا غيطلعوا بالغش اللي يطلعوا بالنقله، واش الخدمه اللي غتخدموا من بعد وداك الرزق حلال؟ طيب ما كاينش شي واحد طرح راسو على راسو هذا السؤال. واش حلال تاخذ طلع لشي بوست بالغش طلع عليه بالنقله، واحد غادي مسكين كيعصر راسو، واحد غياخذ بالنقله ويطلع ويجي تا هو بعد واحد العام ولا عامين يقول لك اضراب وحنا من اجل حقوق الاستاذ وديك الهضره وحنا كنناضلوا وفرض علينا وديك الهضره. لا حول ولا قوه الا بالله.
وجيت تهضر مع بنادم تناقش معاه بدا يخرج في عينيه وبدا يهضر معاه يقول لك لا حنا المغرب وكذا الحكومه هي اللي اي الحكومه والتزيين تبارك الله. انت طالع بالنقله زين، انت غتقري لنا المغاربه انت. علام وحق الله العظيم. هذه السكيزوفرينيا ديال المغاربه. الحكومه خايبه ولكن حنا زوينين. وملي كتقول لي انت راك كتسرق ولا كدير كيقول لك او انت كتهضر عليا انا، ما كتهضرش على داك اللي كيسرق الملايير وسميتو. انت شنو كدير دابا؟ انت راه كتسرق مستقبل امه. ملي انت طالع بالنقله وغتنجح في الامتحان وبدا تقري في ولادنا غدا ياه، ويقول لك في الاخر يطلع يقول لهم قرا ولا ما تقرا، وانت عندك النيفو باش تقري بعدا. هي تنتقد الحكومه وتقول الدوله ما خايبه وتقول، ولكن اسمح لي انت الشعب ما زوينش. بحال هاد الشيء بحال هاد التصرفات هادي كتبين على ان سبحان الله بنادم كيقول الغايه تبرر الوسيله. والمجتمع راه ما غيطلعش بحال هكا، بالعكس المجتمع كيتهدم بحال هكا. المجتمع لاك ما كيطلعش بالغش. كان قالها الشيخ الكمالي في واحد الفيديو، قال لي واحد مرة سولني واحد السيد قال لك واحد البوست كتطلع عليه طلعت ليه بالغش ولا ما طلعت بالنقله. قال لي دابا بنادم يتسائل واش داك الشيء اللي شحال من عام هو خدام واش حلال ولا ماشي حلال، واش ديك الخدمه وداك الشيء كله ما بني على باطل فهو باطل. انا ياتيني سؤال، مره جاءني انسان يسالني خويا الشيخ انا عندي شهاده فلانيه اشتغلت بها لكن كنت اغش في الامتحانات، نجحت بالغش ونلت هذه الشهاده وبها اشتغلت، الان انا اتقاضى راتبا. يمكن ذاك الوقت انا لا اذكر عنده زوجان عنده اولاد، فينفق على اهله وينبت لحم اولاده من ذلك الراتب الذي ياخذه بواسطه شهاده لها غاشا. تعرفون اخذ الضمير هنا. الان انتم في مثل هذا المستوى تنظرون الغش، تقاعدون له من نقل انتقل، القواعد الابليسيه التي لا تساعد على التقوى. طيب وغير قضي دابا الغرض ومن بعد غادي تتوب. طيب هاك تبت، كيف تسكت ذلك الصوت الذي يوبخ؟ كيف تسكت ذلك الصوت الذي يقول لك ربما ذلك الذي طعمه اولادك حرام؟ كيف تتوب؟ كيف تصور التوبه؟ ترجع تعاود تقرا من جديد، تقول لنا الدبلوم نقطعوا نعاود ندخلوا المدرسه ونقرا من جديد، كيفاش دير؟ خص بنادم يتساءل مع راسو ويطرح هاد الاسئله. يبقى غادي بنادم لا هادوك خايبين وانت شنو؟ انت ما تبقاش قدام المرايه وعادي. او كان واحد العام كانوا طلعوا وحدين كانوا نجحوا ب6 على 20، مع كان العدد قليل وكانوا لي بوست بزاف داو كيطوزوا في بنادم سميتو. طبعا حنا في هذا الفيديو لا نعمم، لكن هادشي اللي تسرب البارح التربيه الاسلاميه هي تنقلوا فيها التربيه الاسلاميه. ويلي واخا تكونوا في الختام كرد فعل على هادشي ديال النقله ولا هادشي ديال اللي لقاوه في هادشي ديال تسريب الامتحان وسميتو، كيشوفوا خبراء على ان تكرار هذه الممارسات المنافيه للقيم التربويه والمخله بتكافؤ فرص بات كيستدعي اعاده النظر في منهجيه الاختبار من خلال اعتماد الاسئله المفتوحه عوضا عن الاختبارات المتعدده الاختيارات اللي بات بامكان الذكاء الاصطناعي حلها في ثواني، مع تقويه الاجراءات الزجريه من قبل المنع من اجتياز المباراه في حق المتورطين لسنوات محدده. أنا السؤال المطروح دابا علاش ما منعوش التليفونات وعلاش ما داروش اجهزه التشويش ولا ديك الاجهزه اللي كتراقب واش كاينين المواد اجهزه الكترونيه ولا لا؟ خليو بنادم يدير ما بغا، واش كاين شي ضوء اخضر خليو بنادم يدير ما بغا، خلينا كيقريوها ولاد الشعب ماشي شي حاجه. الله يصاوب وصافي. وغادي تقول لي التعليم والصحه علاش طيح؟ استاذ المستقبل اللي غتسنى يقري ولادك طالع بالنقله. وانا بالسيف الدراري في الباكالوريا يخرجوا قدام الميكروفون يقول لك اساتذه ما خلاوناش ينقلوا وتا هو باغي النقله. الا كان الاستاذ براسو طالع بالنقله عبدي الله يصاوب وصافي.